وقع اللاعب الدولي حكيم زياش رسميا على عقد انتقالي إلى نادي غالاطاساراي التركي قادما إليه من فريق تشيلسي الإنجليزي. وأعلن نادي غالاطاساراي ضمه أسد الأطلس حكيم زياش بموجب عقد يمتد موسما واحدا على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء. وحط زياش الرحال لإسطنبول وخصص له استقبال جماهيري كبير لإتمام إجراءات انتقاله لغالاطاساراي، وتكلل ذلك بالتوقيع عقب اجتياز الفحص الطبي. وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد فقد شعبيته في نادي تشيلسي في ستامفورد بريدج، ولم تفلح محاولات انتقاله في وقت سابق إلى باريس سان جيرمان ونادي النصر السعودي في دوري المحترفين. كما كان لاعبا رئيسيا في المنتخب المغربي الذي أصبح أول فريق إفريقي عربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر 2022.